السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل الرز بلبن. معانا كيلو لبن، معانا كوباية رز. هغسلها واحطها واسوي الرز وارجع لكم تاني. لكم تاني يا حبايب قلبي. ادي خلاص كده الرز استوى، وادي اللبن اللي حتى هيغلي، ومعايا السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، وظرف فانيليا. ادي يا حبايب قلبي السكر بتاعنا معانا اهو. كيس الفانيليا، وادي الرز بتاعنا. وادي حبايب الرز باللبن اهو. بسيبه ياخد غلوتين كده في مع بعض كده، الرز في اللبن. علشان ايه؟ مع السكر، عشان الرزايه تبقى مسكره وتبقى واخده طعم اللبن، شاربه منه والسكر. وزي ما قلت لكم بقى يغلي شويه، واروح حاطه له ايه؟ معلقتين النشا. ياخد غلوه كده. حاجه بسيطه وما بتاخدش اي حاجه، وحاجه حلوه في البيت. يعني الكيلو اللبن عندنا ب30 جنيه، وبياخد كوبايه سكر ومعلقتين نشا وكيس فانيليا، وخلاص على كده. واحسن من الحاجات اللي بتيجي من بره للاطفال، الشيبسيات والحاجات ديت. ودي حاجه جميله ولذيذه ومفيده تفيد اطفالنا. خلاص كده يا حبايبي اهو. هطفي عنه بقى ونغرفه. اهو يا حبايب قلبي هنغرفه. معانا الاطباق دي، وانا معايا العلب البلاستيك دي انا بشتريها، دي بتاعت الرز بلبن اللي هي بغطا دي. ليه بقى؟ عشان لو فضل طبق مثلا ومحطوط في التلاجة ما ينشفش وما يلقطش ريحة من التلاجة، او ياخد طعم اي حاجة. مثلا لو في اي حاجة في التلاجة مثلا جوافة، دي بتخلي ريحة اي حاجة في التلاجة كلها طعمها جوافة. فانا بقول مثلا يعني فمعايا العلب دي اهي. بس قوليله علب الرز بلبن، لان في علب تانية بيتحط فيها السلطات، فلو جيتي حطيتي فيها الرز بلبن هتسيح وهتروح مكرمشة كده. ومعانا طبعا الزبيب. انا هحط شيء بزبيب وشيء ساده. اللي بيحب بقى، في اللي بيحب بزبيب، وفي اللي بيحب يكون ساده كده، معلهوش اي مكسرات ولا اي حاجه. هغرفه وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي اهو. قولوا لي بقى ايه رايكم؟ ولا احلى ولا اجمل من كده. وبالذات بقى لو اللبن انت جايباه من حد بقى موثوق منه، مش مغشوش، بيبقى طعم الرز خطير. جربوا طريقتي. ما تنسونيش بقى لايك وتعليق وشير وسبسكرايب، وتابعوا قناة منوعات ماما فوفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.